بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حديثنا اليوم هو حديث الجساسة، وهو إحدى علامات الساعة التي أنبأت الدجال، وهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، إذ قالت: سمعت المنادي ينادي الصلاة جامعة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصليت معه العشاء في جماعة خلف الرجال، ثم جلسنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون لما جمعتكم اليوم؟ لا لرغبة ولا لرهبة، وإنما جمعتكم لحديث قد سبق حدثتكم عنه، وهو حديث عن الدجال، حيث أخبرهم أن أخيهم تميم الداري وهو رجل نصراني جاء إليه فبايع وأسلم، وقال: ركبنا سفينة وذهبنا لتجارة، فلعب بنا الموج شهرا، فوصلنا إلى جزيرة، وعندما وصلنا إلى الجزيرة وجدنا بها دابة أهلت لا يعلم قبولها من دبرها، أي كثيفة الشعر، أي كثيفة الشعر لا يعلم قبولها من دبرها. فقلنا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، اذهبوا إلى الدير فإن فيه رجل بانتظار خبركم بالأشواق. فدخلنا إلى الدير فإذا به رجل عظيم، هو أعظم الرجال بنية يعني، مغلغل بأغلال يده إلى عنقه وركبه إلى كعبه من شدة الأغلال، وهو وصف الأغلال التي غلغل بها. سألهم عن بحيرة طبارية، فقالوا: أي شأنها تستغرق؟ فقال: هل بها ماء؟ قالوا: ما زال بها ماء. فقال: كاد ماؤها أن يجف. سألهم عن نخيل بيسان، أما زال يطرح؟ فقالوا: ما زال يطرح. فقال: أوشك ألا يطرح. ثم سألهم عن عين زهر، فقال: فسألوه: أي شأنها تستغرق؟ فقال: هل ما زال بها ماء؟ قالوا: نعم، ما زال بها ماء. قال: كاد ماؤها أن يجف. قالوا: وما أنت؟ فقال: تخبرون عن نبي العرب؟ فقال: لقد ظهر نبي العرب وظهر على الكفار، أي هزمهم ونزل يثرب أي المدينة، وأخبرهم أن هو المسيح دون أن يقول أن الدجال. قال: أن المسيح كاد أن يؤذن لي فأخرج فيكم فأجوب الأرض في 40 إلا مكة والمدينة، لأنها على كل مدخل منها ملكان مسلطان عليه يمنعهم من الدخول. وفي حديث أخرى جاء أنه يمنع من دخول مكة والمدينة بمنع من ملائكة سخرهم الله لمنعهم من دخول مكة والمدينة. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث على المنبر وقال: هذه خيبر، هذه خيبر، هذه خيبر. ولكن في حديث أخرى قال: يخرج له كل منافق ومنافقة عندما يصل إلى مكة والمدينة، يحدث جلب على أطرافها فيخرج له كل منافق ومنافقة. وقال أن 40 يوما التي يجوب فيها الأرض تكون 40 يوما كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامكم كأيامكم هذه. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة: هل نصلي في هذه الأيام؟ ويقصدون اليوم الذي كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كأسبوع ويصلون فيه. قال: بل صلوا كما تصلون اليوم، يعني احسبوا نفسكم مواعيد الصلاة. وطبعا
ظهور المسيح الدجال هو إحدى العلامات الكبرى، وهي أكبر فتنة إلى يعرفها التاريخ. المسيح الدجال لا تنتهي فتنته إلا بنزول المسيح الحق، المسيح عيسى بن مريم، والذي ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ليقتل المسيح الدجال، وهو يقول إن لي فيك ضربة لن تخيب أبدا، فإذا رأى المسيح الحق وهو المسيح عيسى بن مريم مسيح الضلالة وهو المسيح الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، أي لا تستمر فتنته بعد ذلك.